هل غار جبيلات هو كنز الجزائر الضائع؟ أم هو القنبلة الموقوتة التي ستفجر حدود المنطقة؟ اليوم في لومينا نكشف الستار عن أكبر عملية تضليل اقتصادي في تاريخ شمال إفريقيا. منجم عملاق يسوق له كمنقذ للاقتصاد، بينما الحقيقة الصارخة تقول أنه رهينة جغرافية وقانونية لا مخرج لها إلا عبر الأراضي المغربية. سنغوص في تفاصيل استغلال صور من صحاري الصين للادعاء بتقدم مشاريع وهمية، وكيف تحول قطار تندوف بشار إلى أضحوكة تكنولوجية. الأمر يتجاوز الحديد والصلب يا سارة. نحن نتحدث عن مقامرة بمصير السيادة. اليوم سنكشف كيف أن النظام في الجزائر يحاول الهروب من مقتضيات اتفاقية 1972، غافلاً عن حقيقة قانونية دولية صادمة. إذا سقط بند الاستغلال المشترك لغار جبيلات، سقط معه الاعتراف المغربي بالحدود الحالية، مما يفتح باب الصحراء الشرقية على مصراعيه. سنناقش أيضاً خطر قانون كاتسا الأمريكي الذي يلوح في الأفق فوق رؤوس الجنرالات بسبب التقارب مع المحور الروسي الإيراني، وتحذيرات سيناتور ماركو روبيو الصريحة. التفاصيل صادمة، والمستندات التي سنعرضها تغير كل ما تعرفونه عن الصراع الحدودي. التفاصيل تصلكم الآن. ابقوا معنا حتى النهاية، لأن ما سنكشفه في الدقائق الأخيرة سيقلب الطاولة. أهلا بكم في لومينا، حيث ينجلي الغموض ويشرق نور المعرفة. أنا كريم، رفيقكم في هذه الرحلة. وإلى جانب كريم، يسعدني أن أكون معكم في هذه المساحة المضيئة. هنا في لومينا سنتعمق معاً في كل ما يثير فضولكم. Lumina, shedding light on the North African conflict. من المضحك المبكي أن نرى آلة البروباغندا الجزائرية تتحدث عن غار جبيلات وكأنه مشروع سيادي معزول عن محيطه الجغرافي. يتحدثون عن مليارات الأطنان من الحديد، لكنهم يتناسون أن تكلفة نقله عبر آلاف الكيلومترات في قلب الصحراء الجزائرية تجعل من الحديد أغلى من الذهب. هل يعتقد النظام حقاً أن الجمهور الجزائري لا يدرك أن المخرج الطبيعي والوحيد والمنطقي اقتصادياً هو عبر المحيط الأطلسي المغربي؟ إنهم يبيعون الوهم لتغطية الفشل في تنويع الاقتصاد. قبل أن نكمل تحليلنا لهذا التخبط، لا تنسوا الاشتراك في قناة لومينا وتفعيل الجرس، فنحن القناة الوحيدة التي تجرؤ على فك شفرات هذه الملفات المعقدة. الجغرافيا لا تكذب يا سارة، والخرائط لا تحابي أحداً. المحاولة الحالية للالتفاف على الواقع الجغرافي هي انتحار مالي. النظام الجزائري يدرك تماماً أن اتفاقية 1972 لم تكن مجرد حبر على ورق، بل كانت صفقة شاملة. الاعتراف بالحدود كان مقابل الشراكة في غار جبيلات. اليوم عندما يحاولون الانفراد بالمنجم، فإنهم يمزقون الوثيقة التي تمنحهم الشرعية على تلك الأراضي. هم الآن في مأزق، إما الاعتراف بحاجة المغرب والتعاون معه، أو الاستمرار في استنزاف خزينة الشعب في مشاريع وهمية لن ترى النور. لنرى كيف تنظر التقارير الميدانية لهذه المفارقة مع هذا التقرير الموجز للزميلة حليمة، ونعود. Lumina, shedding light on the North African conflict. غار جبيلات اسم ممكن يكون بيحمل وعد بثروة ضخمة جداً، بس في نفس الوقت هو كمان بذرة لصراع جيوسياسي عميق. في تحليلنا اليوم خلونا نفكك القصة دي ونشوف إزاي المنجم العملاق ده اتحول من مجرد مشروع اقتصادي واعد لقطعة أساسية على رقعة شطرنج إقليمية معقدة جداً. وهنا السؤال اللي بيلخص مفارقة غار جبيلات كلها، يعني إزاي ممكن أعظم كنز اقتصادي البلد يكون هو نفسه مصدر للتوتر؟ وإزاي يكون محاط بكمية عقبات تخلي استغلاله شبه مستحيل؟ هو ده بالضبط التناقض اللي هنغوص فيه. طيب، خلونا نبدأ بالجانب الأول من القصة، الوعد الكبير. هنتكلم الأول عن الإمكانيات الاقتصادية الضخمة اللي الجزائر بتروج ليها لمشروع غار جبيلات، وإزاي بتصوروه على إنه العملاق اللي حيغير شكل اقتصاد البلد بالكامل. عشان نكون واضحين، غار جبيلات ده مش أي منجم. رسمياً هو واحد من أكبر احتياطيات خام الحديد في العالم كله اللي لسه محدش استغله، وموقعه في أقصى جنوب غرب الجزائر بيخليه كنز استراتيجي مهم جداً، مش بس للجزائر، لا، على مستوى العالم.
وبحسب المصادر الرواية الرسمية الجزائرية بترسم صورة للمشروع ده على إنه حيغير قواعد اللعبة الاقتصادية في البلد. يعني في حملة إعلامية كتيرة جداً شغالة عشان تقدمه كرمز للقوة والازدهار اللي جاي. لكن ورا كل الكلام الكبير ده في حقيقة جغرافية صعبة جداً، وهنا بالضبط الحلم الاقتصادي بيصطدم بالواقع اللوجستي المعقد، وده هو أساس المفارقة كلها. وهنا مربط الفرس أو العقبة الأساسية. استغلال المنجم ده لوجستياً شبه مستحيل. ليه؟ لأنه الطريق الأقصر والأفضل من الناحية الاقتصادية عشان نصدر خام الحديد بمر مباشرة من خلال أراضي المغرب اللي هو المنافس الإقليمي التاريخي. الصورة دي بتوضح كل حاجة. لو فكرنا في الطريق اللي بيمر عبر الجزائر، إحنا بنتكلم عن رحلة آلاف الكيلومترات في قلب الصحراء، وده مشروع تكلفته خرافية وغير عملي بالمرة. في المقابل الطريق عبر المغرب أقصر بكتير وأسهل وأوفر اقتصادياً، وده اللي بيخلق المفارقة الجغرافية دي اللي محيرة الكل. Lumina, shedding light on the North African conflict. بعدما سمعناه في تقرير حليمة، يتضح أن النظام الجزائري يلعب بالنار قانونياً. المبدأ الدولي يقول أن المعاهدات لا تموت بالتقادم. اتفاقية 1972 هي كتلة لا قابلة للتجزئة. لا يمكن للجزائر أن تأخذ الحدود وتترك الاستغلال المشترك. هذا العبث القانوني هو ما دفع المستثمرين من الصين وتركيا إلى الهروب. الشركات الكبرى ليست غبية، فهي تعلم أن أي استثمار في غار جبيلات بدون ضوء أخضر من الرباط هو استثمار في منطقة نزاع قانوني دولي. والأنكى من ذلك يا كريم هو محاولة التغطية على هذا الانسداد القانوني ببدع سياسية مثل المجلس الانتقالي والنقاط العشر المقترحة. النظام يحاول خلق درع قانوني للادعاء بوجود قوة قاهرة أو حالة انتقال مؤسساتي للتهرب من الالتزامات الدولية والقرارات الأممية مثل القرار 2797. إنهم يحاولون كسب الوقت بينما يغرق المشروع في الرمال. اضغطوا على زر الإعجاب إذا كنتم ترون أن التهرب من الالتزامات الدولية هو سمة هذا النظام في التعامل مع جيرانه. لنتابع كيف أثر هذا المأزق القانوني على قرارات المستثمرين الأجانب مع هذا التقرير الموجز ونعود. Lumina, shedding light on the North African conflict. طيب الموضوع مش بس جغرافيا، خلونا دلوقتي ندخل في بعد تاني بيعقد الأمور أكتر، البعد التاريخي والقانوني. وهنا إحنا بنتكلم عن اتفاقية قديمة لكنها ملزمة ومحدش يقدر يتجاهلها. المقولة بتقول الاتفاقيات لا تموت، والمبدأ ده في القانون الدولي هو حجر الأساس في القضية دي كلها. ببساطة المعاهدات بتفضل سارية وملزمة قانونياً حتى لو العلاقات الدبلوماسية بين الدول اتقطعت، والحقيقة دي هي اللي معقدة مشروع غار جبالة النهاردة. والاتفاقية التاريخية دي هي السبب المباشر اللي خلى المستثمرين الأجانب يترددوا. يعني شركات من الصين وتركيا حسب ما ورد بعد ما درست المشروع لقيت أن في مخاطر قانونية ضخمة جداً لو كملوا فيه من غير موافقة المغرب، ونتيجة انسحبوا. Lumina, shedding light on the North African conflict. نصل الآن إلى قمة الإفلاس الإعلامي. هل يعقل أن تصل الجرأة بالنظام الجزائري إلى استخدام صور لجسور وسكك حديدية من صحراء تكلمكان الصينية للادعاء بأنها صور لقطار تندوف بشار؟ هذا ليس مجرد تضليل، بل هو استخفاف بذكاء المواطن. إنهم يصنعون واقعاً افتراضياً لأن الواقع الميداني صفر، وفي المقابل يمارسون تكتيك البندرة وقمع المدنيين في قصر إيش وفكيك لمحاولة فرض أمر واقع بأساليب بدائية بعيدة تماماً عن الترسيم العلمي للحدود. هذا التحرش الميداني هو بالون اختبار لجس نبض القوات المسلحة المغربية. النظام العسكري الجزائري يعيش على عقيدة أمنية متقادمة، يحتاج دائماً لعدو خارجي لتبرير التفكك الداخلي. لكن الحقيقة أن المساحة الشرقية أصبحت ملفاً مطروحاً بقوة، والوثائق التاريخية والقانونية التي يملكها المغرب بدأت تظهر للعالم، وما محاولات الترسيم أحادي الجانب إلا رقصة الديك المذبوح أمام الزخم الدولي المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي. شاركوا هذا الفيديو على أوسع نطاق ليفهم الجميع حقيقة الصور المفبركة التي تملأ القنوات الرسمية. شاهدوا معي كيف يتم تزييف الحقائق على الأرض في هذا الجزء من التقرير. Lumina, shedding light on the North African conflict.
تمام، دلوقتي خلونا نربط كل التاريخ ده بالأحداث اللي بتحصل النهاردة. المصادر بتقول إن التحركات الأخيرة اللي بنشوفها على الأرض مش صدفة أبداً، لا، دي جزء من استراتيجية أكبر ليها علاقة مباشرة بغار جبيلات. التحركات دي مش مجرد أحداث متفرقة، التحليلات بتشير لوجود نمط واضح: استفزازات عسكرية، حملات دعاية إعلامية، محاولات لفرض أمر واقع على الحدود. كل ده حسب المصادر بيهدف لخلق ورقة ضغط قوية في ملفين 2 بالذات: غار جبيلات والصحراء الشرقية. بس الإعلانات دي عن مشاريع بنية تحتية جديدة زي ما بنشوف اتقابلت بتشكيك كبير جداً. مثلاً إطلاق قطار تندف بالشار، بعض المصادر وصفته بأنه مشهد مضحك، مجرد شو إعلامي بعيد عن الواقع وأقرب للدعاية منه لإنجاز حقيقي على الأرض. والتحليل اللي بيطرحه البعض هو إن قصة القطار دي كلها مجرد دعاية متفبركة، الهدف منها خلق انطباع مش حقيقي بالتقدم والسيطرة على المنطقة، يمكن عشان تكون ستار يتغطى به النقاش عن القضايا الحقيقية زي اتفاقية غار جبيلات وحقوق المغرب اللي لسه قائمة فيها. Lumina, shedding light on the North African conflict. الخلاصة يا سارة هي أن الجزائر اليوم بين مطرقة الضغوط الأمريكية وسندان الفشل الإقليمي. تحذيرات ماركو روبيو وتيد كروز عن الدعم الإيراني للميليشيات ووضع الجزائر تحت طائلة قانون كاتسا بسبب صفقات السلاح الروسي، كلها عوامل تجعل من مشروع غار جبيلات مجرد حلم مستحيل في ظل العزلة الدولية. النظام يحاول مقايضة المغرب، التنازل عن الصحراء الشرقية مقابل حقوق غار جبيلات، لكن الرباط تدرك أن زمن التنازلات قد ولى. وبالفعل محاولة دفع ميليشيات البوليساريو لمجلس السلم والأمن الإفريقي هي أضحوكة دبلوماسية أخرى. كيف لكيان مسلح أن يحفظ سلاماً؟ مشروع غار جبيلات سيبقى مدفوناً تحت الرمال ما لم تتغير العقلية الحاكمة في الجزائر وتدرك أن التعاون الإقليمي واحترام الاتفاقات هو السبيل الوحيد للتنمية. شكراً لمتابعتكم لومينا، وننتظر آراءكم في التعليقات. هل تعتقدون أن غار جبيلات سينتهي به المطاف كمجرد خردة سياسية؟ نترككم مع ختام هذا التحليل المعمق ونعود. ابقوا معنا. Lumina, shedding light on the North African conflict. وهنا بنوصل للطبقة الأعمق في تحليلنا. الحجة اللي بتقدمها المصادر هي إنه الصراع على غار جبيلات مش مجرد نزاع على منجم وفلوس، لا، هو في الحقيقة واجهة لقضية أكبر بكتير ولسه متحلتش. التحليلات دي بتقول إن الهدف النهائي المزعوم هو استخدام كل الضغط ده عشان تجبر المغرب على الدخول في مفاوضات سرية، وعلى طاولة المفاوضات دي هتكون في مطالب كبيرة جداً. أولاً، تعويض مالي عن دعم الجزائر للبوليساريو لمدة 50 سنة، وثانياً وهو الأهم، إجبار المغرب إنه يتنازل رسمياً وبشكل نهائي عن مطالبته التاريخية بالصحراء الشرقية. وبكده الصورة بتكتمل. مشروع غار جبيلات حسب الرؤية دي مش بيتقدم على إنه مشروع اقتصادي بحت، لا، هو أداة ضغط استراتيجية، هو آخر حجر اتحرك على رقعة شطرنج جيوسياسية عمرها عقود، والهدف منها تحقيق مكاسب سياسية أكبر بكتير. وفي الآخر ومع تصاعد التوترات بفضل السؤال مطروح: هل غار جبيلات ده هو مفتاح التنمية والرخاء للمنطقة، ولا حيكون هو فتيل الأزمة الجديدة؟ هل حنشوف تعاون يستخرج الكنز ده، ولا عملاق الحديد ده حيفضل مدفون تحت رمال الصراعات السياسية؟ Lumina, shedding light on the North African conflict. بعد هذا العرض المفصل الذي قدمته زميلتنا حليمة، تكتمل الصورة القاتمة. إن ما يحدث في غار جبيلات ليس مشروعاً لبناء اقتصاد، بل هو مشروع لبناء جدار من الأوهام. النظام الجزائري يضحي بمستقبل الأجيال في سبيل الحفاظ على مكاسب سياسية واهية، متجاهلاً أن الحقوق التاريخية للمغرب في الصحراء الشرقية لا تسقط بالتقادم، كما أن الاتفاقات الدولية لا تجزأ حسب الأهواء. الحقيقة مرة يا سارة، ولا بد من قولها للجمهور الجزائري والمغربي على حد سواء. الاستمرار في سياسة البندرة والتحرش الميداني لن يفتح مغالق غار جبيلات، بل سيفتح أبواب جهنم الجيوسياسية على المنطقة. استرداد المغرب لحقوقه التاريخية بات مسألة وقت وإجهاءات، بينما يظل عملاق الحديد رهينة رمال متحركة صنعها الجنرالات بأنفسهم. كونوا جزءاً من الحقيقة،
انشروا هذا الفيديو لكسر حصار التضليل، ونلتقي في التحقيق القادم من لومينا.